السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير. المهم انا غنشارك معكم وصفه ديال الرز سهله وسريعه وكتجي بنينه بزاف. المهم كتوجد لكم في ربع ساعه ماكسيموم، ربع ساعه البنات. كما قلت لكم طريقه سهله بزاف. عندي هنا في المقادير عندي الرز، هذا الرز كلاصي السمر، ماشي هذاك البيض البنات اولا العادي يجيكم معجن. المهم كل واحد على اشنو كيبغي. انا كنفضل هذا حيت كيجي زوين في الرز، تيعجبني. المهم البنات عندي هنايا جوج زلايف ونص ديال الرز كلاصي السمر، وغادي ندير كل زلافه بمقدارها ديال الرز، بمقدارها ديال 3 زلايف ديال الماء، كل زلافه ب3 زلايف ديال الماء. وهنا عندي نص، غادي ندير بزلافه ونص. المهم هنايا عندي قبيصه ديال الملحه. هنايا هذا اللوز رطبطو نفسخو ونقليه. وعندي هنايا القرفه عواد، وجوج معالق ديال الزبده وشويه الزبيب. اللي بغى يضيف مشماش مجفاف او اي حاجه هذاك الشيء من اختياركم البنات، تبقى لكم حريه الاختيار. المهم دابا نوريكم الطريقه سهله بزاف. المهم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اللي ما اشتركاش مرحبا بها، وديروا واحد اللايك وتابعوني حتى الاخير البنات. صافي البنات هنا جبت طنجره الضغط الكوكوط، حنا تنقول لها الكوكوط البنات. غادي ندير فيها هذوك جوج معالق ديال الزبده. الرز راه منقي، عندي هنايا البنات كيلو الا ربع. هاد 3 زلايف ونص كيعطيوني كيلو الا ربع. كنضيف هذيك مليحه، انا كيعجبني ندير المليحه هكا من الاول، كل واحد على الذوق ديالو. المهم البنات غادي نبقى نحرك في هاد الزبده والرز، ما غاديش نغفل عليهم نهائيا حتى ياخذ اللون، الرز يولي احمر. هذه هي الخطوه المهمه في هاد صفه الرز. اللي بغيت زعما تنجح لكم 100%، والطريقه راه سهله، يعني كتبقى واحد 5 دقائق نتوما كتحركوا العافيه متوسطه ما ناقصه من جهده حتى يتحمر لكم الرز ولا احمر اللون ديالو. عاد باش ديك الساعات نضيفوا عليه الماء. غير التحرك اللي تبقاي واقفه وحده شويه، اما راه طريقه سهله. كتبغي كترديه للعشاء اولا الغداء ولا اللي جاو عندك الضياف، كتقدميه بعد مثلا الدجاج ولا اللحم. هو غير الوقت في الاول فيه واحد الوقفه 5 دقائق صافي، من بعد كتسدي عليه وكتمشي تخليه تحسبي ليه غير الوقت. ها نتوما دابا حمرت هذاك الرز، هانتوما كنتو تشوفوه حمرته صافي. غادي ندير عليه الماء. انا راه عبرت الماء في البانيو هنايا عندي. نتوما عندي درت 7 زلايف ونص. صافي غادي نزيد عليه هادشي اللي بقى، والزبيب راه غسلته انا ما درتوش بزاف، ما كيبغيوش ولادي. صافي دابا غادي نسد عليه. دابا ملي سديت عليه غادي نحسب ليه ربع ساعه بالضبط، 15 دقيقه. غادا عاد باش نحل عليه. والبنات نسيت ما قلت لكمش، اللي بغات تزيد واحد معلقه ديال الحليب بودره تيجي زوين، تعطي واحد البنه زوينه. انا ما عنديش، صافي درت هاد المقادير راه في الكفايه. صافي انا عندي واحد شويه اللوز غادي نفسخو نقليه نزين به. زين تبقى اختياري، طول عندك كاوكاو زيني به، وقرفه وسكر كلاصي الله يجعل البركه. صافي البنات انا دركا عندي هنا قريفه، اللوز مطحون، واللوز هكا حبات، وسكر كلاصي ما غاديش نزين به، غادي نحطوه في الطبسيل هكاك اللي بغاه. صافي غادي نحط انا في الطبسيل هكا عادي، ونحيد هذوك العواد تاع القرفه غادي نحيدهم. نتوما البنات تتشوفوا كتيجي راه حبه حبه ما تتعجن ما حتى شي حاجه. نتوما كما قلت لكم اللي بغيتو ديروا فيه مشماش مجفاف ولا اللي يعجبكم، انا غادي نحطو غير بالطريقه التقليديه. نتوما ديروا في المول ولا نتوما حرين، انا غادي نديروا الطريقه التقليديه. صافي عزيز عليا البنات، انا عزيز عليا نحطو في القصري بحال هادشي تاع الزفه، عزيز عليا القصري الصراحه. ولكن على حسب الاضاءه درت لكم هاد الطبسيل البيض باش تبان شويه الاضاءه مع الليل دابا. صافي المهم البنات غادي نحطو في الطبسيل ونرجع معكم. نتوما قلبتها بحال ما هكا
غادي ندير هنايا اللوز مهرمش، ونستف اللوز. المهم التزيين اختياري، نتوما كل واحد شنو تيبغي. غادي نكمل بحال ما هكا ونرجع لكم البنات. نتوما هذا هو التقديم الاخير، وبصحه وراحه البنات. نتمنى الفيديو يعجبكم، خليو لي اللايكات ديالكم وكومنتيرات زوينين. نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.